السلام عليكم حبايبي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ عشو مبروكة كلما كتمناو. اليوم جينا نعمل واحد الحلوى كنتمنى تعجبكم. ديك الساعة ديالي عملت واحد 4 كيلو الزبدة و6 حبات ديال الفرماج مثلث. عملت فلان كراميل فئة 50 غرام. غادي نخلط المكونات ديالي كاملين مزيان حتى تخلط كلشي مزيان تجري بحال الكريمه. من بعد غادي نزيد منساوش رشه الملح، عملنا رشه الملح هذه دائما نعملوا رشه الملح. المهم غادي نعمل واحد انا عملت 2 بيضات حيت عندي البيضات صغارين، نتوما عندكم بيضات كبارين عملوا غير واحد بيضه. من بعد غادي نزيد واحد كاس الزيت 150 غرام ديال الزيت، وغادي نزيد واحد شاشيه ديال زهره البرتقال. غادي نخلط المكونات ديالي كاملين مزيان تنسجموا لي كلشي. من بعد غادي نزيد الطحين، غنزيد واحد شويه الطحين. من بعد غادي نزيد هذا واحد الخماره د الحلوى فئه 8 غرام، وغنزيد الطحين حتى تبقى لي العجينه طريه. من بعد غادي نشكلها، ناخذ واحد المقدار نشكلها حربوش هكا على شكل طولي. ومن بعد غادي نقطعهم بصبيعات وغادي نحربشهم هكا شويه باش يتصاوبوا لي، ونوزن ندير الوحده اللي قطعت نبداو نوزن بها ونحط في الصينيه ديالي. الصينيه ديالي مفروشه بورق الطبخ. الحلوى ديالنا بعد ما شكلناها صبيعات غادي نعملو في الصينيه ديالي وغادي ندخلو من الفران. من بعد غادي يطيبوا لي غندوزو للتزيين. انا عندي التزيين، عندي الكونفيتير. ها الحلوى ديالنا ملي طابت عندي كونفيتير والعسل نفس القياس، كيف القياس ديال الكونفيتير كيف القياس ديال العسل. عملتي نص كاس ديال الكونفيتير مع نص كاس ديال العسل، عملتي كاس. في الطبسيل ديالي عملت خلطت ما بين الجنجلان والبيان حمرتو هرمشتو، والجنجلان غير حمرتو. من بعد غادي نغطس الحليوه ديالي، انا غطستها هكا في العسل وفي المربى. نتوما اللي بغيتو غير دهنوها هكا بالشيتا وتفندوها. انا غطستها باش اصلا باش تصاب ليا واحد شويه من هذه العسل. شو العسل وهذه كيكونوا سخونين، انا عملتهم فوق البوطه خليتهم واحد شويه سخنتهم والحق الحلوى ديالي تكون بارده. نتلاقاو حبيبي. من بعد عملتهم في العسل في المربى، ومن بعد في البيان المهرمش محمر وفي الجنجلان. من بعد غادي نحطهم في الكويرطات ديالي. انا غادي نعملهم في الكويرطات ونقدموهم، وكنتمنى يعجبكم ان شاء الله. والحلوى كتجي ما غتندموش الا عملتوها، كتجي لذيذه وكتجي مزيونه وكتجي هشيشه، ما غتندموش الا عملتوها. وها هي الحلوى ديالنا بعد ما وجدت لينا، وكنتمنى تعجبكم. وفرصه اخرى حبايبي، وعيدكم مبارك سعيد كل ما كتمنوا ان شاء الله في هذا العواشر ان شاء الله بحول الله. فرصه اخرى حبيبي.